تطور جديد داخل أروقة المحكمة، كشف الدكتور وحيد الكيلاني رئيس هيئة دفاع مروى يسري الشهيرة باء ابنة الرئيس مبارك أن فريق الدفاع سيتقدم بطلب رسمي لسماع أقوال المجني عليها وفاء أحمد الشهيرة بالفنانة وفاء عامر، وذلك لمناقشتها من قبل الدفاع خلال الجلسات المقبلة. شهادة وفاء عامر. وأوضح الكيلاني في تصريح خاص لام تليجراف مصر أن استدعاء الفنانة وفاء عامر للإدلاء بشهادتها يأتي في إطار حرص الدفاع على إظهار الحقيقة كاملة أمام هيئة المحكمة. وفي وقت سابق كشفت التحقيقات في واقعة مروة الشهيرة باء ابنة الرئيس مبارك المزعومة تورط شخص يدعى أليكس في قضية الإتجار بالأعضاء حسب أقوالها بالتحقيقات. معلومات ووثائق خطيرة. وقالت مروة أمام جهات التحقيق إنها حصلت على مستندات وأوراق تتعلق بالقضية من شخص يدعى أليكس تواصل معها عبر تطبيق تيك توك، وأبلغها بأن لديه معلومات ووثائق خطيرة. منطقة سموحة بالإسكندرية. وأوضحت أن أليكس أرسل المستندات لها منذ نحو 3 أشهر عن طريق شخص مجهول داخل أحد المولات في منطقة سموحة بالإسكندرية، مشيرة إلى أن هذه الوثائق تضمنت بيانات تؤكد تورط أطراف بالقضية وتحمل اسم مستشفى شهير بالمهندسين. وأضافت أن أليكس كان قريبا من المتورطين ويعد بمثابة الصندوق الأسود لديهم ومطلع على كافة تفاصيلهم واللجان الإلكترونية التابعة لهم، وأنه قرر مساعدتها من خلال كشف ما بحوزته من معلومات.